إنما مصر 85 مليون. 85 مليون، و85 مليون على حدود الإسرائيليين، وإسرائيل حصرت غزة لأنها ضمن حدود غزة مع إسرائيل مع مصر. إنما لو حصرت مصر، أول حدود قدام مصر إيه؟ فلسطين على طول. يبقى الضرر المباشر هيقع على مين؟ على إسرائيل. لا يمكن يحصروا مصر، ده لازم يفتح لها كل الجبهات بالوسع. إنما هو يحاصرها إمتى؟ هو ممكن يحاصرها، بس لو الحكم اللي موجود في مصر من النوع اللي تبعه اللي ماشي أموره. إنما هو في اللحظة اللي يشعر إن 85 مليون دول هو لازم يرضيهم علشان يحافظ إنهم أول حتة هيبرزوا منها هي حدود فلسطين. ضاعت إسرائيل خلاص، هيسترضينا. ولذلك أنا بقول لكم ما لا يعلمه كل الناس، أن احتياج أمريكا إلى مصر أكبر مليون مرة من احتياج مصر لأمريكا، ولازم نختار من يعرف هذه الحقيقة ليتعامل معها. بقول لك صراحة هنلبي احتياجاتهم. شوف بقى ازاي، بس بهذا الذي لا يضر منا عقيدة ولا مصلحة. هنتماشى، هنتفهم. مش هم قوة عظمى ومهيمنين على العالم ولهم، احنا فاهمين ده. وانا مش هكون الرجل الساذج الأبله، ولا الانسان اللي يشتغل وظهره مكشوف، ولا الانسان اللي يحط ثروة ضخمة في بيت ابوابه وشبابيكه مكسرة. لازم امكن الابواب والشبابيك، ولازم استر ظهري، ولازم اطلق افك. انا مش هدخل معركة والناس اللي حواليا كل واحد منهم مقيد في سلسلة. لازم افك الاول الاغلال. تعامل مع القوى العظمى دي سيكون بهذه الصورة، الذي يراعي ابعادها ومتطلباتها، ويراعي رغباتها، ويراعي اعتباراتها، ولكنه في نفس الوقت يعرف ما عنده من الاعتبارات. هذا الكلام اقوله لست متأثرا بالسياسة الحديثة، وانما متأثر بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي حارب عدوا وحالف عدوا، رسول الله الذي قاتل عدوا وهادن عدوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف كيف يدير أموره، فأنزل الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسول الله الذي لما وقع بينه وبين اليهود مصيبة أجلى عائلة منهم وأبقى عائلتين، فلما وقعت مصيبة من الثانية أجلاها وأبقى الثالثة.